انتما الخوت كاينين الناس اللي تيقول لك واش بودرة اللؤلؤ كتشرب؟ نعم كتشرب. كدار في لترو ديال الماء وكتشرب. تبعوا الفيديو الى الاخير. فوائد ديال بودرة اللؤلؤ. يلا السلام عليكم، اهلا وسهلا البنات، دايرين بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا على خير بخير صحه جيده. دائما في المنتوجات ديال ديكس ان اللي اعشقهم بجنون. دونك تعاليق اللي جاوني قالك اختي واش بودرة اللؤلؤ كتشرب؟ بيان سور كتشرب، لان هي كتغسل الكبد. كتغسل الكبد. كيمكن لك ديريها في قرعه ديال الماء هكا، الراس ديال المعلقه كدير في قرعه هكا والنهار كله وانتي كتشربي فيها. راه ملي كتغسل الناس اللي عندهم مشكله ديال الكوليسترول نفعاتهم بزاف، نفعاتهم. وهي مزيانه للنظر، مزيانه المراه المرضعه، مزيانه بوفي تشالوغ. دونك بوفي تشالوغ اللي كتجي مع ديك السخونيه اللي كتطلع وتهبط وهذا. دونك مزيان للتجميل. كاين اللي كيديرها مع الوقيته ديال بحال هكايا دو فوا باغ سيمين، كيدير واحد ماسك لوجهو بالزيت ديال غريسيلين ولا الماء هي عادي، ماء معدني كيمكن لك دهني به الوجه ديالك. ساعد المكانه وتغسلي بالصابونه ديال بالصابونه. كتكحلي بها عاوتاني العوينات ديالك. يمكن لك ديريها في تقطيره ديال تشريو هذيك ديال التقطيره وتغسلوها تعقموها وديروا شويه ديال الماء وديروها فيهم ماء معدني وتتقطروا بها في عينيكم. كتصلح بزاف ديال الناس اللي عندهم مشكله ديال الجلاله، نقص في الشوف، هذا راه مزيانه كتنقي العوينات، مزيانه للنظر. دونك هادشي اللي بغيت الاخوات اللي قال لك واش كتشرب. دونك راه هي كتشرب كيف ما قلت لكم. بزاف د الناس اللي كان عندهم مشكله ديال الكوليسترول وخداوها بعد واحد 3 شهور داروا تحاليل ولقاو بان الكوليسترول مبقاش عندهم في الدم ديالهم. بحال كدير الديتوكس، تغسل الكبد مزيان. ولكن بالنسبه للناس اللي كيديروا الريجيم عاوتاني ماشي راه صافي غادي تشربيها. الناس اللي ملي تعرف راسك تمشي عند الطبيب يقول لها عندك الكوليسترول، تحاول تحيد المقليات وتحيد اللحوم والاجبان حاجه كاع اللي كتأذي في الذات يحيدوها. راه كاين اكل صحي، يحاولوا ياكلوا الاكل الصحي احسن، لان المكملات هادو راه كيبغيو الحاجه الصحيه وهادشي اللي كاين. حنا دائما ولو كتمشي عند الطبيب وتيقول لك راه ما كنعرف الناس ما وكيتشهاو. الله يكون في العون الله يكون في العون. بالنسبه للناس بحال دابا كاينين ديك المنتوجات المثلث الذهبي، فطر الريشي وملك الاعشاب، عصير مورينزي، لاسبيرولينا. الناس كاين الله يكون في العون تيجيهم غاليين. هاد بودرة اللؤلؤ الثمن ديالها مناسب، قريبا ان شاء الله تدخل المراكز وتبقى تبارك الله. المغرب راه 24 مقر تبارك الله، ما شاء الله، اللي ولا معترف به بوزارة الصحة. زعما يعني هاد المكملات بزاف زعما اللي زوينين. وهادو اتاين انا كنشربهم كل صباح. هاد اتاي بودر بالعرف الاسد اليوم سماه، هانتو عرف الاسد كنشربو كل الصباح باش كنفطر بيه. وكاين هذا عاوتاني اوتشا تا هو اتاي بالفطر الريشي، تا هو زوين بزاف. وهذا اللي عاد مؤخرا جابوه في المراكز ديال المغرب تا هو خديتو زويون. بحكم انايا عندي مشكله ديال لاكافيين ما كنشربش اتاي ديالنا العادي، ما كنشربش القهوه ولو فيها 6% ديال لاكافيين ما تنقدرش نشربها. دونك عندك العرف الاساسي ما عمرني ما تنتفارق انا وياه. هذا عليه 3 سنين وانا كناخدو، اللي مزيان بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج. عندي هذيك كناخدها دائما تنديرها في فمي، مزيانه لاكورش الكحبه. هكا الانسان تيخليها كدير لك رويحه زوينه في فمك جيتي خارجه وهذا كديرها في الفم ديالك. معنا عندي واحد الخنقه كتشدني ديال لونغواس، دونك ما كيفرقليش دائما معايا وتنديرها في الليل وتنعس بها الحمد لله. هانتوما مصور الفطر الريشي مكتوب عليها حلال. دونك وبزاف د المنتوجات ما بغيتش نوريكم. حنا هضرنا على بودره اللؤلؤ، دونك بانها راها كتشرب، كتغسل الكبد، وهادشي اللي كاين. حاولوا تاخذوا هاد المنتوجات راهم زوينين.
الصراحة صحيين، ما فيهم حتى شي ضرر، لا منفعوك ما يضروك في حتى شي حاجة، زعما بزاف بزاف بزاف. وهادشي اللي كاين كيف ما قلت لكم، شوية في الراس المعلقة صغيرة كدار في قرعة ديال الماء هكا، وكتبقى تشربها النهار كله. بالنسبة للناس اللي ما قادرينش باش يشريو المنتوجات اللي الثمن ديالهم غالي، والصحة ما عندها ثمن، الصحة ما عندها ثمن في الصراحة، ما كتغلى على حتى شي واحد. راه ملي كتمشيو للطبيب كتخسروا الزبابل ديال الفلوس. وتحياتي للاطباء، راه ماشي راه كندورو ضروري ما غنمشيو عند الطبيب، ضروري نديرو التحاليل. وهاد المكملات سي فغي النهار اللي تبغيو ديروهم يكونوا عندكم تحاليل يلاه دايرينهم ديك السيمانه الاولى، كديروا 3 شهور كديروا من بعد كديروا التحاليل باش كتشوفوا النتيجه ديال شنو هذا النتيجة اللي خد المكملات. ولكن بطبيعة الحال بالأكل الصحي تبتعدوا على بزاف ديال المنتوجات اللي ماشي مزيانين ديال الأكل، بحال المقليات، بحال اللحوم، الأجبان، بزاف ديال هادشي ديال سميتو، باش كده واحد الريجيم مزيان باش يعطيكم واحد النتيجة مزيانة. وهادشي اللي كاين، ونتمنى لكم نهاركم مبروك. وشركة ديكس ان توب، دخلوا لجوجل وبحثوا عليها، كاين الناس اللي ما كيعرفوهاش يدخلوا لجوجل ويديروا ديكس ان ويبحثوا عليها مزيان، واي حاجه يسولوا عليها راه مزيان تسولوا. انا كنت خديته بلا ما سولت لانني كنت كنعاني معاناه بزاف ديال المرض، ولكن تا من بعد شحال عاد بقيت كنسول عليهم. ولكن الحمد لله مادام الاطباء تيهضروا عليهم وهذا راه الحمد لله راه مزيانين. هادشي اللي كاين. نهاركم مبروك.